السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأفضل حال. واش سمعتوا على المغربية اللي تجرأت وقالت كلمة حق وسط أكبر شركة في العالم؟ مغربية وقفت قدام المدراء ديال مايكروسوفت وقالت لهم الضمير قبل الوظيفة. هذه ماشي قصة خيالية، هذه قصة واقعية. البطلة ديالها شابة سميتها ابتهال أبو سعد. اليوم غادي نحكي لكم القصة الصادمة ديال هذه المهندسة المغربية اللي زلزلت شركة مايكروسوفت من الداخل وفضحت التواطؤ ديالها مع الكيان. خليكم معايا حتى آخر القصة. وما فيها بس اخوتي، فضلا وليس امرا انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا كل جديد. بارطاجيو مع الخوت والحباب، وطبعا ما تنساوليش اللايك والتعليق ديالكم اللي مهم واللي كنتمنى انكم ما تنساوه ليش. خوتي العزاز، ما نزيدش نطول عليكم ويلا نسمعوا القصة. اول حاجه خوتي اجيو نتعرفوا على ابتهال. ابتهال تزادت في عاصمه الرباط عام 1999. كبرت في واحد الدار اللي فيها الطموح وماشي مجرد كلام. من صغرها وهي متفوقه، عندها شغف كبير بالتكنولوجيا والعلوم. قراوها في ثانوية مولاي يوسف المعروفة بالتلاميذ النجباء، وخدت البكالوريا في شعبة العلوم الرياضية عام 2017 بنقطة عالية فتحت لها أبواب العالم. ماشي أي واحد كيحصل على منحة من جامعة هارفارد، ولكن ابتهال دارتها، شدت المنحة وسافرت للميريكان وبدت رحلة جديدة كلها تحديات وأحلام كبيرة. في صيف 2016 قبل حتى ما تسافر كانت من بين البنات اللي قلالين اللي تم اختيارهم في برنامج تكنولوجي جيرز، برنامج كترعاه الخارجية الأمريكية وكيستهدف الفتيات المتفوقات في الميادين العلمية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. داك الصيف غادي يبدل حياتها، مشات كتزور شركات ومختبرات، تلاقت مع علماء ومهندسين وخدمت معاهم. وهنا بدات كتكون الرؤية ديالها، التكنولوجيا خصها تخدم الإنسان ماشي العكس. في جامعة هارفارد ماشي غير قرات، ولكن شاركت في مبادرات إنسانية. هتقولوا لي كيفاش؟ أسست منتدى إت ويكند باش تعلم البرمجة للبنات من العائلات المحدودة الدخل، وشاركت في مسابقة تكنوفيشن اللي كتشجع على استغلال التكنولوجيا في حل مشاكل المجتمع. وخدمت حتى في محو الأمية الرقمية في بوسطن، وكانت كتدرس البرمجة للأطفال وحتى اللاجئين ما نساتهمش. وساهمت في إطلاق منصة ريسين تايبس لتوثيق السجلات الطبية ديالهم. وفي عام 2022 بعد ما تخرجت من جامعة هارفارد بالتخصص الذكاء الاصطناعي، جاها عرض من شركة مايكروسوفت، واحدة من أكبر الشركات في العالم. وهنا ابتهال جبرتها فرصة لا تعوض وما ترددش ووافقت أنها تخدم معهم. خدمت في فريق مايكروسوفت آجور وشاركت في مشاريع معقدة كتستعمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. كل شيء كان كيبان مثالي، ولكن الحقيقة كانت مختلفة. كانت ابتهال كتلاحظ أمور كتوقع في الكواليس، أمور ما كترتاحلاش، أدوات كيديروها في مشاريع عسكرية كتخدم الكيان. وهنا بدا الصراع الداخلي. وفي عام 2025 مايكروسوفت عملت احتفال ضخم بمناسبة الذكرى 50 ديال تأسيسها. قاعة عامرة، مدراء، صحفيين، كاميرات، أضواء، وكل شيء كيتسنى في الكلمات الرسمية. ولكن في وسط داك الاحتفال وقفت ابتهال قدام الجميع بلا خوف وقاطعت البرنامج وقالت بصوت مسموع وواضح: مايكروسوفت كتساهم في تقوية جيش الاحتلال وكتسخر الذكاء الاصطناعي باش تراقب وتقتل الأبرياء. فين هو الضمير؟
القاعة سكتت، الناس ما صدقوش، الكاميرا تصدمت والانترنت تفجر بالتسجيل ديال اللحظة. لهذا خوتي من بعد ساعة الفيديو ولا ترند في العالم، مواقع التواصل مشات بعيد، ناس اللي كتساندة وناس كتنتقدة، ولكن الصوت ديال الابتهال وصل. عبارة وحدة دارت البوز: الضمير قبل الوظيفة. الناس من جميع الجنسيات تفاعلوا، جمعيات حقوقية دخلت على الخط، ومايكروسوفت لقات راسها وسط زوبعة إعلامية ما كانتش عاملة لها حساب. ابتهال أبو سعد ماشي غير مهندسة ذكية، ولكن مثال للمرأة المغربية القوية اللي ما باعتش المبادئ ديالها مقابل منصب، اللي خدات موقف رغم كل شيء. اليوم سميتها ولا رمز في العالم الرقمي، وصوتها كيحرك الضمير وكيذكرنا أن التكنولوجيا خصها تخدم الحق ماشي الظلم. هنيئا لنا بابتهال، وهنيئا لفلسطين بمناصرة حقيقية من قلب وضمير شابة مغربية. خوتي وخواتاتي، اذا عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك، اشتركوا في القناة وتخليوا لي رأيكم في التعاليق. واش كتتفق مع الموقف ديال ابتهال؟ واش كتستاهل الدعم ولا ضحت بزاف؟ ما نزيدش نطول عليكم، وما بقى لي دابا غير نقولكم تلاقاو في قصة جديدة، والسلام عليكم.